ريبورت كيوساكي وهو طفل سأل أبوه إزاي أبقى غني. الأب الفقير قال له ذاكر كويس عشان تشتغل في وظيفة كويسة، لكن الأب الغني قال له لو عايز تبقى ثري لازم تتعلم إزاي تخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. ومن هنا بدأ أول درس في حياته: الأغنياء لا يعملون من أجل المال، بل المال هو من يعمل من أجلهم. يمكن تقول إزاي الكلام ده؟ الأب الغني وضح إن أغلب الناس عايشين في دايرة اسمها سباق الفار، بيشتغلوا عشان يقبضوا مرتبهم، والمرتب ده بيروح على الفواتير، وبعدين يرجعوا يشتغلوا تاني عشان الفواتير اللي جاية. والسبب الخوف من قلة المال والجشع اللي بيخليهم يفتكروا إن كل ما يزيد مرتبهم هتتحل مشاكلهم. لكن الحقيقة إن زيادة المرتب مش بتحل المشكلة، بالعكس كل ما بيزيد الدخل بتزيد النفقات، واللي ما يعرفش طبيعة المال هيفضل طول عمره عبد للفلوس حتى لو قبض أرقام كبيرة. وهنا كانت نصيحة الأب الغني: لو عايز تحرر نفسك من سباق الفار لازم تتعلم إزاي تسيطر على عواطفك اللي هما الخوف والجشع، وتستخدم عقلك، لأن المال مش الهدف، المال مجرد أداة. وده كان أول درس في كتاب الأب الغني والأب الفقير. ولو عايز تعرف القصة كاملة وإزاي روبرت اتعلم الدرس ده وهو عنده 9 سنين، شوف الحلقة كاملة على قناتنا من هنا. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشاركنا برأيك في التعليقات عشان الكل يستفيد، ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.